اهلا بمطربتنا المحبوبه ليلى مراد. اهلا وسهلا. طبعا القمر اول ما هيشوفك هيرحب بيكي ترحيب يعني مضاعف، لان هيقول لك قلتي كلمني يا قمر والحاجات اغانيك الحلوه بتاعت زمان دي. ايوه بس انا يعني زي ما تقولي مخضوضه كده حبتين، مش عارفه من حكايه القمر دي. من حكايه القمر ولا الحاجات الاثنين. بتهيألي اول حاجه هيسالها لك هيقول لك دلوقتي ليلى مراد اللي كان لها ولا زالت لها جمهور عريض جدا والناس بيحبوها قد كده، هي تقدر ممكن تبعد عنهم بس هم ما يبعدوش عنها، هتردي ايه بالاتهام ده؟ والله انا مش بعيده عن الجمهور بتاعي طبعا، لاني انا بغني من وقت لاخر في الاذاعه، يعني بعمل اغاني وهو والحال ماشي. بس شايفه ان كفايه؟ والله المفروض اني انا ارجع للسينما تاني، لكن مش في امكاني اني ارجع للسينما تاني للظروف اللي موجوده في المؤسسه. احنا عارفين انك كنت عايزه تخسي، وانا شايفه فعلا انك خسيتي عن اخر مره شفتك او سجلت لي. وانا بس خسيت ده انا ميته من الجوع. انا اظن اتكلمت في الحكايه الجوع دي كتير قوي متهيألي، ولكن فعلا تعبانه وعلى طول بكمل رجيم عشان ما ارجعش اتخن تاني. طيب بعد الغيبه الطويله عن جمهور الشاشه الفضيه، القمر هيقول لك طبعا اول ما يشوف ليلى مراد هيفكر على طول ان هو يعمل لها اكبر فيلم استعراضي ممكن ان هو يتعمل. فتفتكري مدام ليلى هتحبي تختاري مين مخرج الفيلم القمري الاستعراضي ده وانتي ملكة الافلام الاستعراضية؟ دي حكاية بقى عايزة تفكير في حكاية المخرج. الحقيقة يعني كان المرحوم الأستاذ أنور وجدي هو اللي كان يعني يبقى في الحكاية دي، ولكن طبعا دلوقتي ملناش دعوة بقى بالأموات، فنختار مثلا الحقيقة مش عارفة أقول لك مين. يعني كنت أفضل أن يكونوا 2 مخرجين، واحد عاطفي اللي هو بركات، وكنت أفضل مثلا عاطف سالم، يعني الاثنين دول كويسين. الاثنين يشتركوا مع بعض. على اي حال احنا في القمر برضو هنلغي الزمان والمكان، وممكن ان انت تختاري انور وجدي كده وهو كذلك. طب مين البطل اللي تحبي ان هو يقوم قدامك بدور البطولة، اذا كان ممثل واذا كان مطرب؟ اذا كان ممثل انور وجدي، وان كان مطرب محمد عبد الوهاب، الاستاذ محمد عبد الوهاب. تأسف. طيب اولا ايه رايك في الافلام الاستعراضيه اللي بتعرض دلوقتي ده، اذا كان في افلام استعراضيه؟ والله حاليا ما فيش، انا ما شفتش افلام استعراضيه ابدا يعني. انت قصدك رايي ايه؟ مش فاهمه السؤال بالظبط. يعني انت شايفه ان في احنا عندنا افلام استعراضيه ناجحه في الشاشه العربيه او على الشاشه العربيه؟ لا ما فيش افلام استعراضيه، مش شايفه. طب ايه في رايك مقومات نجاح الفيلم الاستعراضي؟ ايه لازم الامكانيات اللي تتوفر له عشان ينجح ونقدر نقول ان عندنا فيلم استعراضي محترم؟ والله هي الحكايه حكايه ماديات، ما فيش كلام، لان الفيلم الاستعراضي بيتكلف كتير قوي، فهي طبعا الفلوس قبل كل حاجه، وبعد كده القصه والمخرج والامكانيات طبعا. طيب انت طبعا اشتغلتي مع انور وجدي وقام ببطوله افلام قدامك حسين صدقي ونجيب الريحاني ومحمد عبد الوهاب، الاستاذ محمد عبد الوهاب على رايك، ومحمد فوزي، دول كانوا ابطال افلامك. لو الصاروخ اللي هيطلع بيك القمر في رحله خياليه هيقولوا لك تختاري مين منهم، شخص واحد بس، مش عشان يمثل معاكي او يلحن لك او حاجه، لا مجرد يصاحبك كرفيق في الرحله، مين اللي تختاري منهم؟ اولا انا مخدوده قوي من حكايه الصاروخ اللي بتقولي عليه دي، انا يعني مش عارفه هطلع القمر ده ازاي، انا مخدوده قوي. لا ما تتخضيش من صوتي ولا لا صوتك هو حلو زي ما هو. يعني اختار الممثل قصدك؟ اي حد من الاشخاص اللي انا قلتهم كرفيق للرحله. يعني حاسه ان انت في صحبته هتقضي وقت كويس. والله اختار الاستاذ محمد عبد الوهاب. برضه طب عشان ايه؟ اصلي انا بعزه جدا، يعني بعزه وبحترمه وبقدره، وطبعا هو يعرفني وانا صغيره خالص. وايه رايك في ذكائه؟ لا دي بقى حاجه جامده قوي. طيب ايه اهم حاجه بتميز كانت المرحوم انور وجدي؟ احنا هنتكلم عن الحسنات فقط. طبعا ما اقدرش اقول غير الحسنات. هو كان الحقيقه مخرج كويس قوي، وكان قلبه طيب جدا، كان عصبي قوي، ولكن كان حنين، يعني ما كانش راجل وحش ابدا. طب ايه اهم ميزه في محمد فوزي؟ اهم ميزه كانت طيبته، كان طيب قوي زياده عن اللزوم محمد فوزي.
في حسين صدقي؟ حسين صدقي شاطر. قولي طيب برضه. لا شاطر، شاطر قوي. نجيب الريحاني؟ ده راجل فنان عظيم مفيش كلام، كان راجل يعني متهيألي ملوش مثيل، ما جالناش حد زيه ابدا. طيب وانتي طيبة صحيح زي ما كل الناس فاكرة؟ طيبة بس لاقينا. طيب لو طلبوا منك انك تمثلي من غير ما تغني فوق في القمر هتوافقي؟ والله ما افتكرش لاني برضو بحب اغني. في دور معين تتمني ان انت يعني قريتي مثلا روايه فعجبتك البطله او عجبتك الاحداث اللي مرت بيها او يعني اثرت فيكي باي طريقه او اخرى وبتتمني فعلا انك تقومي بالدور ده؟ والله انا بفكر يعني الحاجه الفيلم اللي عملته وعجبني في حياتي اللي هو فيلم ليلى، نفسي امثله تاني يعني بالتجارب اللي الواحد مر بيها دلوقتي والسنين اللي فاتت والسن اللي الواحد وصل له. تهيألي اني امثل الفيلم ده احسن قوي. يعني تهيألك ان انت هتضيفي له حاجه جديده؟ لا مش هضيف حاجه جديده لان القصه هي حلوه قوي. لا في الاداء يمكن احاسيسي هتكون احسن من الاول، يعني تكون اكثر نضوج يعني. بالظبط كده، يمكن انا مش عارفه اوضح قوي. طيب ايه احلى الاغاني اللي غنيتيها؟ يعني لما القمر هيشوفك يقول لك اهلا دي ليلى مراد اللي غنت كذا وكذا. طبعا. متاكده. الاغاني الحديثه اللي غنتها هي اخر غنوه دلوني يا المداويه، حلوه قوي. طب دي هنسمعها في نهايه البرنامج سوا بعد اذنك يعني. انما الاغاني القديمه بتاعتك اللي بتعتزي بيها؟ الاغاني القديمه بحب قوي الحب جميل، لان يمكن الكلام كمان حلو، اللحن والكلام. طيب مدام ليلى بمجرد ما هتوصلي للقمر يا ترى هتقدمي له نفسك ازاي؟ يعني في كلمه واحده هتتكتب في البطاقه الشخصيه، ليلى بنت مدارس ولا ليلى بنت زوات ولا ليلى بنت الفقراء ولا ليلى بس اللي هي غدة الكاميليا ولا ليلى مراد؟ هقول متهيألي بقى ليلى بنت الصاروخ. انت ناويه على فيلم يظهر بالاسم ده؟ ليلى مراد. طيب لو فرض يعني عايزه تبعتي برقيات وانت على سطح القمر للاشخاص، انا هقول اسم الشخص وانت تقولي لي نفس البرقيه اللي هتبعتيها له. هتبعتي مثلا برقيه لعبد الحميد جودة السحار، تقولي له فيها ايه؟ اخ دي بقى انت ورطتيني ورطه جامده قوي دلوقتي، لان عايزه اقول له حاجات كتير قوي. نركزهم في 3 كلمات. في 3 كلمات، 3 كلمات انا مستنيه انك تنتج لي فيلم. طيب برقيه لمحمد عبد الوهاب. ربنا يديله الصحه. طيب برقيه لعبد الحليم حافظ. ربنا يقويه. برقيه لفريد الأطرش. برضو ربنا يديله الصحه. طب ايه بيبقى شعورك لما بتسمعي نجوم الغناء بيحيوكي باستمرار؟ وانا اذكر في اكتر من برنامج عندنا لما كنا بنسال نجاة وفايزة احمد وشادية مين احب صوت لكم، كانوا الحقيقه اجماع صوت ليلى مراد. اولا ده يعني ما هوش مجامله منهم لانك فعلا نجمه تستحق كل التقدير، خصوصا لما يكونوا من زميلات في نفس المجال. انت بقى بيبقى شعورك ايه ولو ان انت احيانا بتحبي تبقي في الظل؟ والله انا بيبقى شعوري كويس قوي لان انا بحبهم كمان، يعني من غير ما يقولوا انهم بيحبوا صوت ليلى مراد انا بسمعهم كتير وبحب اسمع جميع المطربات لان كل واحد له لون. وبتحس ان الدنيا بخير؟ ها طبعا مفيش كلام الحمد لله. طيب انت وقتي هتودعي القمر هتقولي له ايه كلام وهتقولي له ايه مغنى سواء ليكي او لحد تاني؟ والنبي نزليني بقى من حكايه القمر دي لحسن انا بجد. يلا احنا راجعين سوا.